لسه مخلص اخر حلقه من مسلسل ليلى احمد زاهر وسلمى ابو ضيف، مسلسل اعلى نسبه مشاهده. والمسلسل صراحه كويس وفيه رسائل كتير، وانا مبسوط ان مسلسل زي ده اتعمل في رمضان. وبالمناسبه المسلسل عن قصه واقعيه حصلت عندنا في مصر من سنه وسنتين. المسلسل بيحكي عن بنتين التيك توك غواهم ودخلوا في سكه اللايفات وبعتوا اسد وكبس يا ابو طلال وكبس يا ابو محمد، والهدوم تتقلع شويه والهدوم تتلبس شويه. انا ما عنديش مشكله مع الناس اللي بتعمل تيك توك، ما انا بعمل هو تيك توك. بس انت ما تجيش تعمل لي تيك توك تطلع ترقص فيه وتعمل لي وتيجي تقول لي ده محتوى هادف او ده فن. لا يا باشا، انت عندك 100 محتوى تقدر تعمله دلوقتي، واحنا في عالم السوشيال ميديا، يعني انت ممكن تستغل اللي في ايدك في حاجه كويسه. ولكن خلينا نرجع للمسلسل دلوقتي. المسلسل الصراحه كويس، وانا شايف ان بطوله المسلسل مش ليلى احمد زاهر او سلمى ابو ضيف، البطوله الاساسيه لانتصار محمد محمود وطبعا اسلام ابراهيم وفرح. التلاتة الصراحة عاملين دور كويس لدرجة اللي انت هي مديك الاحساس ان انت في منطقة شعبية، بس برضو في شوية اوفر. يعني في اوفر ازاي؟ اللي هو في البنت اللي هي صاحبة شيمو اللي هي سلمى ابو ضيف، الستايل بتاعها انا ما شفتوش. انا كنت في منطقة شعبية شبرا الخيمة، ولكن ما شفتش الستايل ده، فهم مزودين. اسلام ابراهيم الصراحه اول مره يعجبني في دور، كنت دايما شايف واد هلس وكده، بس الدور ده عجبني ليه جدا. وطبعا استاذ محمد محمود تحسه اب من العيله، فاهم؟ يعني الراجل بيتنحر نحره كده، هو ممثل كبير واتشهر على كبر، وده اللي هو بيقول لك ايه، جت معاه في الاخر جون، جت في الدقيقه 90، هو ده اللي جت معاه في الدقيقه 90. وطبعا الاستاذ انتصار، انا من اول ما عرفت انتصار داخله في 5 مسلسلات قلت مش هتعرف توفي، ولكن انا بتفرج على كل مسلسلات انتصار دلوقتي اللي هم ال5 اللي هي داخله فيهم. واحسن مسلسل هي اتقنت فيه الدور ان الست المصريه القويه او الضعيفه، هو مسلسل اعلى نسبه مشاهده. والصراحه المسلسل يستحق المشاهده بنسبه عاليه، يعني هو اسم على مسمى. وطبعا نهايه المسلسل لذيذه والمسلسل يستحق المشاهده. ولكن عندي تعليق شويه، طبعا دور احمد فهيم جامد جدا، انما شخصيه ليلى احمد زاهر كنت مستغربها بقى، ايوه بقى والكلام ده كله، وطريقه اللبس وطريقه بتاعه. ولكن الاخراج في المسلسل ده كويس والكادرات كويسه والكالرنج وده كله حاجه كويسه. ومن الاخر المسلسل يستحق المشاهده.